الرئاسية 2009-2010. لكن شنو اللي جرى؟ En ce qui concerne l'intégration de la langue amazigh dans le système éducatif, comme vous le savez, ça s'est fait depuis 2003. Mais aujourd'hui, quand on vient faire le bilan, il semble que le bilan soit catastrophique. Je le dis, je pèse mes mots, c'est-à-dire que nous devions, avec le ministère de l'Éducation, généraliser cet enseignement, mais apparemment rien n'a été généralisé. Le ministère de l'Éducation nous donne les statistiques comme quoi c'est 15% des écoles qui ont été touchées, mais il me semble que c'est beaucoup moins. Nous qui allons sur le terrain, qui formons des enseignants, qui faisons des évaluations sur le terrain, qui rencontrons plusieurs enseignants à qui on avait déjà donné des formations à l'époque, nous nous apercevons qu'en fait, dans beaucoup d'académies et de délégations, les choses n'ont pas avancé. القرار السياسي لإدماج الأمازيغية في التعليم في حاجة إلى برامج عملية قبل التطبيق، خاصة بعدما أصبحت لغة رسمية للمغرب. سي جمال خلاف، مرحبا بك وكنشكرك على الاسهام ديالك في هذه الحلقه من برنامج شؤون امازيغيه اللي هي مخصصه لموضوع تعليم الامازيغيه. سي جمال خلاف، كنت يعني فاعل رئيسي باعتباركم كنتم منسق على عمليه ادراج الامازيغيه في المنظومه التربويه خلال فتره التاسيس اللي هي 2002 2003 بالخصوص الى 2007. هذه المرحلة كان فيها التفكير في المنطلقات والأسس الفكرية والتربوية والسياسية لإدراج الأمازيغية في النظام التربوي. فنبغي تعرفوا المشاهدين بهذه الأسس، شنو هي المنطلقات اللي تبنى عليها يعني برنامج تعليم اللغة الأمازيغية في المدرسة المغربية. شكرا سي أحمد على الاستضافة، ونشكر القناة الأمازيغية. في الواقع خلاف لما يعتقد الجميع، العمل في الانطلاقات الواجب اعتمادها لإدماج الأمازيغية في المنظومة التربوية بدأ في ماي 2002، أي قبل إحداث هيكلة المعهد الملكي. نعم، قبل كان هناك عميد المعهد، ولكن لم يكن هناك هيكلة للمعهد، لم تكن هناك أشياء كثيرة. كان هناك لقاء مع مجموعة من خبراء لسانيين، أدباء، أساتذة مبرزين، مكونين في المدارس العليا، اجتمعوا في يوم دراسي حول موضوع الأسس التي ينبغي أن تؤسس عليها اللغة الأمازيغية كلغة وكثقافة. وزير التربية الوطنية ذاك الوقت كان هو كان سي عبد الله السعف، الأستاذ عبد الله السعف. نعم، كان الأستاذ عبد الله السعف، وكان في ماي 2002 بالضبط في المركز التكوين المستمر حي النهضة في بالرباط. ذاك الاجتماع كان فيه واحد العدد ديال المداخلات ديال الناس اللي من بعد غادي يصبحوا مسؤولين مرموقين في المعهد الملكي للثقافه الامازيغيه، وتوضعت واحد العدد ديال الاسس، المبادئ التي ينبغي ان تعتمد بالضروره في اي عمل يقام في تاسيس لتدريس الامازيغيه. وكذلك يمكن أن أقول نواة من المنهاج تم الاشتغال عليها فيما بعد، ديال منهاج اللغة الأمازيغية، منهاج تدريس الأمازيغية، منهاج الأمازيغية في التعليم الابتدائي. إذا كان عندنا من ذاك الاجتماع خرجنا بمبادئ وأسس يمكن نعتبرها منطلقات مبدئية، وخرجنا بوثيقة ديال حول المنهاج، ما ينبغي أن يعتمد في تدريس الأمازيغية في مختلف السنوات التعليم الابتدائي في انتظار الانطلاق التقدم إلى أسلاك أخرى. من بعد هذا الملتقى استمر العمل، ولكن على مستوى لجينات مكونة من الحاضرين في ذلك الاجتماع، بحيث تم تدقيق
في المنهاج، تم التدقيق في المبادئ، هي احتفظ بها كما هي، ولكن تم ترتيبها بشكل جيد. لما تشكل المجلس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وتعتمدت الحرف تيفينا كذلك، جاء وقت الانطلاق في تدريس الأمازيغية، وكان لابد أن يشتغل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية مع الوزارة في إطار اتفاقية شراكة مؤسسي، يعني وتوضعت اتفاقية شراكة وقعها عن المعهد الأستاذ محمد شفيق، وعن اللي كان عميد هذاك الوقت، اللي كان عميد آنذاك. كانت بداية المعهد، نعم. ولكن كانت هناك بنية إدارية. نعم. وعن الوزارة كان الأستاذ الحبيب الملكي. توقعت اتفاقية الشراكة في صيف 2003، وفي شتنبر 2003 تم الشروع في تدريس الأمازيغية في نسبة محدودة من المدارس، 344 مدرسة بالضبط، تمثل 5% من المدارس آنذاك. كانت 5% يعني التجربة انطلقت بهذا نعم هذا باقتراح من الأستاذ محمد شفيق، لأنه كان يفضل شأنه في ذلك شأن السي الحبيب المالكي كذلك، كانوا يفضلوا أننا نبدأ بواحد المجموعة محدودة من المدارس، ولكن نتحكموا في الانطلاق، عوض من نبداو بجميع المدارس وما نتحكموا في والو. ولهذا تم اعداد العده في صيف 2003 لتكوين الاساتذه. كونا تقريبا 900 استاذ لتكوين المفتشين، هادو اساتذه امازيغيين ديال التعليم الابتدائي اللي هما ممارسين. تعلمون بان الاستاذ ديال التعليم الابتدائي عنده ماشي متخصص في ماده معينه، عنده عده مواد، ومن ضمنها بالنسبه للامازيغيين سواء كانت يدرس الرياضيات والفرنسيه او العربيه والمواد الاخرى، اللي هو امازيغي تيدرس الامازيغيه في حدود غلاف زمني محدد للتلاميذ ديالو. اذا 900 استاذ تقريبا، اكثر شويه، وواحد العدد ديال اعتقد ازيد من 50 مفتش تكونوا في صيف 2003 قبل الدخول المدرسي ديال 2003. في 2003 بدينا الاشتغال في المدارس، في هذيك 344 مدرسه. هذه المدارس تم اختيارها وفق مبدئين. اولا ان المدارس غادي تدرس الامازيغيه لجميع الاطفال في السنه الاولى ابتدائيه، ناطقين بالعربيه او ناطقين بالامازيغيه، يعني بدون هي لغه الجميع. المبدا الثاني هو ان هذه المدارس ماشي بالضروره في المناطق التي يكثر فيها الناطقون بالامازيغيه. يعني عندنا كانوا في المدن، في جميع المدن، التراب الوطني، نعم التراب الوطني، جميع النيابات كان فيها مدارس في هذه العينه الاولى. انا ما تنفضلش العباره ديال العينه، لان ما درناش شي اختيار عشوائي ولكن انتقينا واحد المجموعه ديال المدارس في كل نيابه اللي تيتوفروا فيها اساتذه امازيغيين قادرين باش يدرسوا الامازيغيه، وكوناهم في الصيف. بدا العمل في هذه المدارس، وكان لابد قبل ذلك ان نحدد الحصه الزمنيه التي ستخصص لتدريس الامازيغيه. بدانا انذاك ب3 ساعات، وتركنا الصلاحيه للمفتشين الذين يؤثرون الاساتذه الامازيغيين لتحديد كيفيه التي يمكن ان تستخرج هذه الحصه من حصص المواد الاخرى. يعني هذه محاولة أولى. فيما بعد سيتم تحديد نفس الغلاف الزمني الأسبوعي 3 ساعات، وسيتم تحديد أماكن
هذه الحصص الأمازيغية في أيام الأسبوع وبالحجم الذي يخصص لكل فرع من الفروع الحصة، لأن كان فيها هي الحصة مجزأة شأنها في ذلك شأن العربية والفرنسية واللغات كلها. هذه السنة الأولى كانت في نفس الوقت كانت فيها عمل كثير، لأن كان ضروري نكونوا الأساتذة، ولكن كان كذلك خصنا نواكبوا إرساء الأمازيغية في المدارس في 344 مدرسة. إذا كان واحد العمل مكثف ديال المفتشين اللي تم تكوين لهم في صيف 2003. وفي نفس الوقت كان على المصلحة المركزية، كنت مدير مركزي في التقويم والحياة المدرسية وتكوينات المشتركة بين الأكاديميات. كان لابد من العمل كما يتقال بالفرنسية لو كور كور، يعني كان ضروري ما تنكتفيوش غير بالعمل بالمذكرات والمراسلات والاتصالات الهاتفية، كان تنزلوا الميدان أحيانا لإيجاد حلول لبعض القضايا اللي هي كانت هناك عراقيل كثيرة ماشي بالضرورة من سوء النية، ولكن الناس ما عرفوش، إلى درجة أنه نعطيو مثال بسيط بسرعة، أن في يوم من الأيام قال لي واحد المدير ديال الابتدائي ولكن هذه اتفاقية الشراكة أنا ما عمري شفتها وما عمري ما وقعتها، إذا أنا ماشي ملزم بها. هذا مدير المدرسة الابتدائية ما عارفش، يعتبر أنه ما كاينش تواصل، يعتبر بأنه ما معنيش ما يوقعه الوزير من اتفاقية شراكة. ولكن هذا مثال بسيط يمكن يوقع في أي قطاع أي دولة، مما يدل على أننا في البداية مشينا ما هو تربوي بيداغوجي، ما هو أكاديمي لساني، ولكن كانت هناك إغفال، أقول إغفال الجانب التواصل، بمعنى ما واكبتش العملية، لم تواكبها حملة تواصل وتحسيس، ما هي من غير ما هو مكتوب، مذكرات ومراسلات واتفاقية الشراكة والوثائق والمنهاج ديال الأمازيغية والكتب المدرسية اللي بدينا بها في السنة الأولى في التدريس الأمازيغية. من غير هذا الشيء هذا ما كاينش شي حاجة ديال التواصل باش أي مدير مدرسة أي أستاذ يكون عارف الآفاق، الرؤية، الميكانيزمات، اللي مطلوب منه، اللي ما خصوش يديروا. يعني كان لابد من حمل التواصل. انا بكثير من تاخر ما كانش يعني ربما نقدر نقول بانه هذا هو الحلقه اللي هي كانت ضعيفه في كانت بطبيعه الحال نواقص اخرى، ولكن الحلقه اللي هي ضعيفه هي التواصل، هي التواصل، نقص في التواصل على مستوى الاركام وعلى مستوى الوزاره وعلى وماشي ما تنعيب على حد، ولكن كان نقص التواصل. كان خص تواكب هذه العمليه اللي هي عمليه مهمه بالنسبه للبلاد، كان خص يكون عندها واحد التواصل بطريقه مهنيه، ماشي غير نجتمعوا نحاولوا نقنعوا بعضياتنا، لا خص يكون داك الشيء مؤسس، ويكون كان ضروري تكون بنيه ديال التواصل وبرنامج ديال التواصل ويكون عنده نفس طويل. كان هناك توزيع ديال المهام بين الوزاره والمعهد، كيفاش كان هذا التوزيع؟ هذا التوزيع ديال المهام هو في كثير من الامور واضح، يحدده الظهير الملكي المحدث للمعهد الملكي للثقافه الامازيغيه، وتحدده كذلك الاختصاصات قطاع وزاره التربيه الوطنيه، وتحدده كذلك اتفاقيه الشراكه. ولكن دائما تيبقى واحد النوع ديال التجاذب حول مجالات الاختصاص. يعني كل واحد تيقول لك انا هذا مجال ينبغي ان ابت فيه وحدي او لا يبت فيه احد دون استشارتي. هذه يمكن اشياء بسيطه بحال هكذا، ولكن كانت الحكمه بصفه عامه ان كل ما هو اكاديمي يترك للمعهد الملكي للثقافه الامازيغيه، باعتبار انها مؤسسه اكاديميه مسؤوله وفيها مختصين، وما هو بيداغوجي يترك للوزاره لان نعم، لان ذاك هو الاختصاص ديالها،
يتعلق بتدبير نعم المؤسسات اللي هي تحت نعم. والجانب كذلك اللي هو كان شويه فيه نقص، هو ان الاختصاصات موزعه الى قطبين، المعهد الملكي للثقافه الامازيغيه والوزاره. ونحن نعلم بان الوزاره انذاك كانت وصلت لواحد المستوى من لا مركزيه ولا تمركز، كانت اكاديميه جهويه للتربيه والتكوين، ولم يكن في نظري التهيئ الكامل، التهيئ الدقيق لإدراج الأمازيغية في المسارات الدراسية مع سيدات السادة مدير الأكاديميات ونائبات ونواب الوزارة على الأقاليم. يعني كان دائما نرجع للتواصل، يعني كان التواصل هنا حول الاختصاصات، لأن عندهم اختصاصات، لأن في نهاية الأمر فين غادي تدرس الامازيغيه؟ ما غاديش تدرس في السيرفيس سونترال في المصلحه المركزيه، غادي تدرس في المؤسسات التعليميه في الابتدائيه في الجهات وفي النيابات، واقرب مسؤول من المدارس هو السيد ولا السيده النواب والمدير الاكاديميات الجهه. كان هذا ما كانش واضح شنو، خلاف ان الاكاديميات والنيابات تنفذ ما يتم اتفاق حوله على مستوى الوزاره. كان ضروري يكون واحد النوع ديال تحديد الاختصاصات حتى على مستوى. يعني فيما يتعلق بالاكاديميات، بان في ديك الفتره انه من 16 اكاديميه فقط 9 اللي عملوا دورات ديال التكوين، وهذا معناه انه واحد النسبه كبيره ديال الاكاديميات ما باش نتكلموا واش فقط العامل التواصلي ولا كاين هناك عوامل اخرى؟ لا، كاين عوامل كثيره. كاين اولا بزاف الناس ما فاهميش الموضوع، ما فاهميش مزيان يعني في التفاصيل ديالو، لانه ما كانش تواصل. ولكن وكاين كذلك المساله ما فيها ما يحتاجش الانسان يتغاضى عنها. كان هناك بعض المديرين الاكاديميات اللي هما كان عندهم موقف، يعني كان لابد ان يتدخل الوزير بنفسه او ان يتدخل على مستوى الاكاديميات بمعنى الجانب الايديولوجي، التدليل بعض الساعات. ما عرفتش واش سياسيه، ما عرفتش واش قناعات سياسيه ولا مشكل اولويات. الميدان فيه مشاكل كثيره، وخصوصا متى تكون في الوقت ديال الدخول المدرسي تكون قضايا كثيره تاتي في نفس الوقت في نفس الوقت، ويرى المسؤول نفسه ملزما بوضع اولويات. يعني كانت الامازيغيه انذاك تاتي بعد ضمان الاساتذه للمؤسسات. لما تقول له خصني نخصص اساتذه للامازيغيه، تقول لك انا ما عنديش، هذه المنطقه ماشي امازيغيه. هذو كلها تاويلات اللي ما تيمكن تصدر الا من شي واحد اللي ما عرفش او يمكن ما بغاش. ولكن تدريجيا تم اقناع الجميع بان، واقتنع الجميع بضروره المضي قدما في المشروع. واش ما كانش هناك مشكل قانوني اللي كيجعل ان قرار ادراج الامازيغيه في التعليم ما كانش عنده طابع الزامي بحكم عدم وجود الامازيغيه في الدستور، عدم وجود قوانين ذاك الوقت؟ لا ما كانش هذا عامل ايضا؟ لان كانوا كيتعاملوا بحيله اختياريه. لا هو المذكره الاولى اللي صدرت فيها انها اجباريه، ما كاينش هي اجباريه ولجميع التلاميذ في السنه الاولى، حيثما كان متوافرا استاذ اللغه الامازيغيه. سولتني على التكوين. بطبيعه الحال كان قبل ما نجاوب على السؤال الثاني، كان مشكل التكوين ديال الاساتذه، ولكن تطرح حتى السنه اللي من بعد. السنه الاولى كونا ديك 900 استاذ، من بعد كان خص يكون دورات تكوينيه في وسط السنه لتعميق التكوين. دورات تكوينيه كان العدد ديال المكونين اللي هما على علم بالمقاييس المعتمده في المعهد الملكي للثقافه الامازيغيه كان عدد محدود، يعني 5 6 الناس كان عليهم يحضروا في الاكاديميات، يكونوا الاساتذه ويكونوا المفتشين. وفي نفس الوقت كانت الهاجس ديال عدم اضاعه
وقت الدراسة للتلاميذ وبرمجة دورات تكوينية أثناء العطل، بمعنى أننا في ديك الدورة البينية اللي تتكون فيها أسبوع في نوفمبر كان 16 أكاديمية ينظموا دورات تكوينية ديالهم، وما يمكنش 5 الناس من الأركام يأثروا 16 أكاديمية. يعني هذا غادي يحلنا على واحد إشكال آخر غادي نذكروا فيه إذا كان الوقت، على يعني كان ضروري يكون عندنا أكثر من ذاك العدد ديال المختصين اللي تكوين الاساتذه. لو كان خدينا بعين الاعتبار، لو كان خدينا الاحتياط على مستوى المعهد الملكي للثقافه الامازيغيه، باش ما يكونوش فقط الفريق ديال العاملين بالمعهد، ولكن كذلك يكونوا امتدادات. هنالك مئات اللسانيين الامازيغيه في الجامعات لم يتم استعمال الا القليل منهم في التكوين ديال الاساتذه، بحال دون تغطيه كل هذا. يعني هذا من القضايا اللي هي كانت شيئا ما تعتبر معيقات بالنسبه لتقدم النجاح في المشروع، ولكن تم استدراك تدريجيا. ربما نقص من الوتيره ديال التكوين، واضطرينا باش نكونوا الاساتذه خارج عطال، ودونك تنضيعوا الوقت للتلامذ الاستاذ ملي ما تيكونش الاستاذ راه في الابتدائيه، يعني القسم جوج الاقسام ما تيقراوش. هذا كان مشكل على كل حال. قبل ما نتابعوا النقاش ديالنا استاذ جمال، كنحي لكم على الروبورتاج التالي. إذا كان تدريس اللغة الأمازيغية عرف التعثرات في المسار ديالو، ففين كتكمن جدية القطاع الوصي والجهات المسؤولة، خصوصا بعد الإصلاحات الدستورية المهمة اللي عرفها المغرب مع الحكومة الحالية وكذلك مع الدستور؟ كنا كننتظروا انه يكون على الاقل واحد المجموعه ديال الخطوات اللي هي كتوازي العمل اللي كيدار على مستوى يعني العمل على مستوى ديال اخراج القوانين الى اخره، ولكن للاسف كنلاحظوا بان هنالك بقينا في ذاك النقطه اللي كانت في 2007. هذه السنه مثلا عندنا تكوين واحد اللي دارته واحد الاكاديميه، وهي الاكاديميه ديال الحسيمه تازاتونات. ايضا بقى توقف ديال تدريس اللغه الامازيغيه في الاعدادي، وان كان هنالك يعني فتح واحد المجموعه ديال لي فيليير ولا المسالك على المستوى ديال الجامعات، وهي قليله بطبيعه الحال. الارتباك اللي حصل في تعليم الأمازيغية ولو تعاقبت السنوات الدراسية كيتلاحظ أنه ما تمش اتخاذ الإجراءات اللي من شأنها تعبر على جدية قرار تدريس الأمازيغية، خاصة في سنة 2007 اللي جات فيها حكومة جديدة بسياسة قديمة تجاه الأمازيغية. كاين واحد العدد ديال الانجازات اللي تنجزات على المستوى مثلا التكوين في المراكز ديال تكوين اساتذه ديال التعليم الابتدائي. اذن هذه كلها انجازات مهمه، لكن كاين مشاكل على المستوى ديال الميدان. ملي كنمشيو للميدان يعني على المستوى ديال التعليم الابتدائي كنلقاو بان التلاميذ ما كيقراوش بصفه منتظمه. كاين التلميذ اللي كيقرا السنه الاولى وما كيقراش السنه الثانيه، وربما ما يقراش السنه الثالثه، يمكن يقرا السنه الخامسه والسادسه الى اخره. انطلاقا يعني من 2007 وقع واحد التوقف في العمليه ديال التكوين، وقع واحد التوقف على مستوى ديال التكوين، ما بقيناش انه كنديروا داك التكوين اللي كنا كنديروه من قبل. وعلى مستوى ديال الامازيغيه ايضا لاحظنا بان هنالك ايضا توقف لا كونتينيتي يعني على مستوى ديال الاعدادي، بحيث انه ما بقيناش ايضا يعني داك كل سنه كنا كنزيدوا واحد المجموع واحد المستوى، ولكن توقفنا في السنه السادسه، وهذا ادى الى واحد المجموعه ديال الاختلالات. الجديه ربما تحدث في مؤسسه التكوين، اي من قبل الوزاره الوصيه على قطاع التربيه والتعليم. Cette démarche d'aller former des enseignants qui sont déjà en fonction et à qui on donne 3 heures seulement de formation ou 5 heures de formation n'a pas donné ses fruits. C'est-à-dire c'est une langue à part entière, elle doit être traitée comme les autres langues, donc il faut vraiment une formation sérieuse pour qu'un enseignant puisse enseigner véritablement cette langue amazigh. Maintenant, nous, ce que nous demandons, c'est qu'il y ait plutôt, pouvoir généraliser le plus rapidement possible, des enseignants spécialisés. Pendant 4 ans, il y a eu un blocage total. Ces dernières années, il n'y a pas eu de formation, il n'y a rien eu. En ce moment, il n'y a toujours pas de formation.
depuis qu'elle est officielle. Donc on se demande qu'est-ce que le ministère de l'Éducation attend pour généraliser cette langue et pour faire en sorte de la traiter comme une langue officielle de l'État. في الوقت اللي كتقدم الحكومات المتعاقبة مشاريع إصلاح التعليم كالبرنامج الاستعجالي مثلا، تزامن مع قرار وقف تدريس الأمازيغية في الثانويات الإعدادية والتأهيلية. أستاذ خلاف، هذه المعطيات كل هذه التأسيس والعوائق اللي رافقت هذه العملية جعلت الكثير من الملاحظين وخاصة في الإعلام وفي المجتمع المدني يقولوا بأن هناك تسرع أو ارتجال في إدراج الأمازيغية في التعليم. إلى أي مدى يصح ذلك؟ ما من شك أننا لم نكن مهيئين 100% بالدقة والكمال اللي تنتمناه، ولكن التسرع لا أعتقد. كونوا احنا تأخرنا قرون 50 سنة. التسرع لو كنا بغينا نتسرعوا كنا وضعنا مذكرة تنقولوا بأن تدرج الأمازيغية حيثما يوجد أساتذة الأمازيغية. إذا كان غادي يكون عندنا آلاف المدارس، وديك الساعة ما غاديش نكونوا نتحكموا في المسار ديال العملية. لم يكن هناك تسرع. أنا أعتقد بأنه لم يكن هناك تسرع. كانت كأي مشروع، كأي ورش، أنا أعتبر هذا مش ورش، كأي ورش يصعب النجاح 100% أو تحقيق كل الأهداف بالقدر الذي نتمناه. هو مشروع يتحسن تدريجيا كلما ظهرت إكراهات، كلما تضافرت جهود الجميع لتجاوزها. هكذا كانت التجربة، وهكذا بدأ الورش. لا أعتقد أن هناك تسرع ولا ارتجال. يعني اللي تيفكر بهذا النظرة ديال الارتجال هو اللي باغي يأخرنا على البداية. علاش؟ لأن إلا بغينا ننتظروا حتى يكون عندنا الأساتذة مكونين تكوين لازم، حتى يكون عندنا الكتب المدرسية كاملين واجدين، حتى يكون عندنا الوثائق الأكاديمية في الأمازيغية اللي يوضعها الإركام تدريجيا موازاة مع العمل ديال الورش. غادي نبقاو ننتظروا. هذا تفكير خطي. هذه عاد ندوز الأخرى. الورش هكذا الأورش تبدأ بنواقصها وإيجابياتها، ولا أعتقد شخصيا أن الورش كان مرتجلا ولا كانت تشوبه. هذه الفترة ما بين التأسيس و2007 عرفت نوع من الحماس والنقاش عمومي مستفيض، وكان هناك أيضا حماس عند المدرسين اللي تكونوا إلى آخره، وتزاد عدد المدرسين وتوسع يعني العدد ديال المدارس بالتدريج. لكن فجأة ما بين 2007 حتى 2011 وقع واحد الجمود كبير في ملف التعليم، لدرجة أنه وقعت تراجعات. المدارس اللي كان كيتدرس فيها الأمازيغية ما بقات شيء. يعني لاش راجع هذا في الوقت اللي كان منتظر أنه الورش يتوسع وينجح أكثر، وقع العكس من ذلك، وقع تراجع. نعم. أنا عندي المعطيات في دقيقة حول الفترة التي كنت أشرف فيها على المشروع من 2002 حتى 2007، لأن بعد ذلك التحقت بالمجلس الأعلى للتعليم. هذه الفترة ديال 2002-2007 كان تطبيق مخطط، وكان مخطط في البدايه، لان حتى هذا تيبين بان ماشي ارتجال. لان وضعنا مخطط ديال تدريس الامازيغيه 5 سنين، على اساس اننا نبداو في 5% ديال المدارس في السنه الاولى، السنه الثانيه نضيفوا 10% ديال المدارس، وتدريجيا وفي 2009-2010 كان خصنا نكونوا وصلنا عموديا لنهايه السلك الابتدائي، يعني وصلنا للشهاده الابتدائيه، وافقيا وصلنا
عممنا، ماشي عممنا 100%، ولكن في المدارس الاولى، في المدارس الاولى هذيك 344 خصها تكون تعممات الامازيغيه لجميع المستويات، ولكن كذلك توسعت تدريس الامازيغيه في عدد كبير من المدارس. على اي كان من المخطط كذلك ان تدريس الامازيغيه يشتغل يبدا في شتنبر 2009 وينتهي في 2012، ويبدا تدريس الامازيغيه في الثانوي التاهيلي في الليسي بعد ذلك. هذا المخطط تنشر معروف، تنشر في الجرائد وتم التداول حوله ما بين الوزاره والمعهد الملكي للثقافه الامازيغيه، وتم توزيعه على الاكاديميات والنيابات وفي جميع التكوينات التي نظمت لفائده الاساتذه او المفتشين. كانت هذه الوثيقه موجوده كان الجميع على علم بها. يعني كنا ملزمين اننا في كل سنه نزيدوا عدد المدارس يوازي ما هو مخطط له. كانت هناك، ما كناش ننجحوا دائما في هذا، احيانا كنا نتجاوزوها في بدايه السنه، ولكن في وسط السنه كانت يوقعوا بعض المرات بعض الاختلالات اللي هي راجعه اولا لحركيه الاساتذه. تكون عندك استاذ في واحد المدرسه حسبها تنتقلوا لاسباب شخصيه، تنتقلوا للمدرسه ما فيهاش الامازيغيه، اذا ضاعت لك مدرسه. ولكن ملي تمشي لمدرسه اخرى، تمشي لمستوى اخر، يمكن ما غاديش يعاود يبدا من السنه الاولى. على كل حال احيانا كنا نعتمدوا هذا الحل، ما يفسر احيانا بعض الاختلالات في التوسيع. احيانا تتوسع المدارس بالنسبه التي نريد، واحيانا باقل منها، ولكن هذا هو المخططات. جميع المخططات ما تطبقش 100%. الناس اللي هم التراجع اللي وقع الناس اللي تعرفوا اي مخططات في اي قطاع كان تعرفوا بانه كاين واحد النسبه مئويه ديال اللي ما غاديش تحقق، ولكن خص الواحد يحقق اكبر قدر ممكن. اعتقد بان السنوات الاولى حتى 2007 كان التقدم ماشي بديك الوتيره، ولكن كان تقدم مزيان في المؤسسات، وكان ارساء ثقافه التدريس الامازيغيه ما بين الاساتذه، وكان تكوين الاساتذه والمفتشين، تكونوا بعض المديرين، وتفتح تكوين في مراكز، بعض المراكز ديال تكوين المعلمين مثلا في تيزنيت على سبيل المثال، ومراكز اخرى. يعني كانت واحد النوع ديال الحيويه، ولكن كان تتبع يومي. كانت خاليه تشتغل معي انذاك، تتتبع ما يجري في المدارس من خلال الأكاديميات، من خلال تبادل التقارير، من خلال الوثائق، أحيانا في عين المكان. إذا كان هناك متابعة. نعم، كانت متابعة صارمة ودقيقة ويومية للملف في جميع المدارس التي كانت تشملها آنذاك الأمازيغية. بعد 2007 ما عنديش التفاصيل، باقي متبع شوية، ولكن يعني يبدو واضحا أن هناك، لا أقول ربما غادي صعب نقول تراجع، ولكن على الأقل يعني ما كانش ديك الوتيرة، ما بقاتش كيف ما كانت. يعني الوتيرة في المتابعة. يمكن السبب هو المتابعة ربما، ولكن الوتيرة ديال التوسيع وصلت الأمازيغية في 2008 9 للسنة السادسة، ووقفت عند ذلك المستوى. ما تمش إعداد العدة للاعدادي، لان الاستاذ ديال الاعدادي استاذ مختص. الا كان غادي تدرس الامازيغيه في الاعدادي خاص تكون استاذ مختص، يعني اكاديميا خاصو يكون عنده اما الدوك او الاجازه في اللغه والاداب الامازيغيه. لم تكن الجامعه انذاك توفر على هذه المسالك. تفتحت يعني المسالك اللغه الامازيغيه في بعض الجامعات، وكذلك تجربه الماستر. دابا كيفاش كتشوف هذا؟ انا جميع المسالك اللي هي تفتحت اللي يمكن تفتح في الامازيغيه كلها ايجابيه وكلها مرحبا بها، لان الفراغ الحاجه ماسه سواء في التعليم او في قطاعات اخرى الى هذه التخصصات.
فقط ينبغي عندما نكون طلبة في الماستر ينبغي أن نعرف إلى أين نسير، ما هو مصير هؤلاء لحد الآن مصير هو البطالة، يعني عندنا خريجين هذا هما كيوقفوا قدام البرلمان. هذا معناه أننا خلقنا مسالك بدون رؤية. ولكن الرؤية كانت عند الوزارة هي أن هناك نقص في الموارد البشرية. علاش هاد الناس ما يغنيوش الموارد البشرية مثلا؟ من الناحية النظامية، أستاذ التعليم الابتدائي في وقت ما كانوا تاخذوه من البكالوريا وتيدير سنتين ديال التكوين بيداغوجي في المركز مراكز تكوين المعلمين كانوا 33 مركز. هذا من الناحية القانونية، من الناحية التنظيمية. بعد ذلك أصبح الأستاذ ديال التعليم الابتدائي تياخذوه بالدوق وتيدوز في المراكز التربوية الجهوية سنة ديال التكوين البيداغوجي. بمعنى أنه ما كانوش الوزارة تطلب الماستر باش يدخلوا الأساتذة التدريس بالابتدائي. هذا النقطة الأولى. يعني ما كانش هذا المشروع مرتبط بسوق الشغل. لا، ما كاينش هناك انسجام ما بين ما نكونه وما نحتاج إليه في التعليم الابتدائي. ما يتعلق بالإعدادي، الإعدادي كان كذلك التكوين ديال الأساتذة في مراكز التربوية الجهوية. كاين 13 مركز تربوي جهوي، منهم واحد متخصص في التكنولوجيا ديال السطات. هذه المراكز التربوية الجهوية 12 تيكونوا أساتذة إعدادي اللي عندهم الدوق أو الإجازة لمدة سنة في التكوين البيداغوجي، دائما ماشي الماستر. ثم الماستر اللي تفتحوا في الجامعات لا أعتقد أنها ماستر ديال اللغة والأدب الأمازيغية. هذا هو إلا بغينا ندرسوا الأمازيغية في الإعدادي خاصنا تكوين إجازات في اللغة والأدب الأمازيغية باش يمكن لهم يلتحقوا بمراكز التربوية الجهوية، الآن تسمى مراكز الجهوية لمهن التربية، باش يتخرجوا أساتذة مختصين في تدريس اللغة، ماشي أي تخصص. لأن الأمازيغية هما كيكونوا أصلا مكونين في تخصصات مختلفة، ولكن أغلبيتهم الماستر كيدير اللغة والثقافة واللغة والأدب. أغلبيتهم أساتذة ديال طلبة ديال عندهم إجازة في الفرنسية، اللغة الفرنسية وأدبها. الماستر ماستر دبلوم ديال البحث. هذوك لي فوندامونتو ديال اللغة تيداروا في الإجازة، سواء بالعربية أو الفرنسية أو لا أي لغة. لا بد من واحد العدد ديال المضامين يتحكم فيهم الطالب باش يمكن له يدرس اللغة. فدا أنا أعتقد بأنه كان أجدى أننا نفتحوا إجازات في اللغة والأدب الأمازيغية وبعد ذلك يأتي الماستر. هذا معناه خاص شعب، إما شعب أو قائمة بذاتها. ما شنو غادي يكلف هذاك الشيء؟ لأن بان تجربة المسالك مرتبطة بشعب أخرى، إما مرتبطة بشعبة الفرنسية أو العربية. يعني لن يكلف ذلك التعليم العالي ولا الجامعات ولا كليات الأدب والعلوم الإنسانية. كثير من الإمكانات والأطر موجودين. حتى إذا ما استطعناش نبداو في الجامعات كلهم، في كليات الأدب كلهم، نبداو في هذيك الكليات اللي فيها واحد العدد كبير ديال اللسانيين في الأمازيغية موجودين في معظم الجامعات فيهم. يعني ما كاينش عندنا الإجازة في الإجازات، مسالك الإجازات في اللغة والأدب الأمازيغية، ما غاديش نستطيعوا ندرسوا الأمازيغية في الإعدادي، لأنه الحل اللي اعتمدنا في الابتدائي ما يصلحش الإعدادي ولا التأهيل. المراكز ديال التكوين الآن ديال مهن التربية والتكوين اللي تدرجت فيها الأمازيغية، واش ممكن إلى أي مدى ممكن؟ لا، هي مراكز مؤهلة لذلك، ولكن أين الحد الأدنى الأكاديمي؟ لأن هذه المراكز تكون لجانبيات أكاديمية معينة. إلا بغيت تكون الإعدادي
بجانبيه معينه ديال الاكاديميه، خص اجازه ديال اللغه فيما يخص الامازيغيه، ما كاينش الان. او الا كان الثانوي التاهيلي خاصنا. اذا هذا معناه ان شعب الامازيغيه غادي تحل هذا المشكل بالنسبه هذا اولا معناه اننا ونحن نتقدم في ورش تدريس الامازيغيه في الابتدائي على الاقل سنتين قبل الوصول الى السنه السادسه من التعليم الابتدائي. كان لابد ان المعهد الملكي للثقافه الامازيغيه والوزاره ديال الوصيه على التعليم العالي يوضعوا اتفاقيه شراكه ويحدثوا مسالك ديال الاجازه في اللغه والادب الامازيغيه. بدون هذا المسالك أتحدث أنا فقط عن المسالك. الآن كيف تنتظم داخل الكلية هذا تظهر لي إن لم نكن الآن قادرين على تخصيص شعب للأمازيغية فسيأتي ذلك فيما بعد متأخرا، ولكن سيأتي فيما بعد. الضرورة تقتضي أننا عندنا شعبة لكل لغة. كاين حتى في بعض المواد اخرى اللي هي غير، علاش ما تكونش في الامازيغيه؟ يعني 2011 جاب معطى جديد هو ترسيم اللغه الامازيغيه، ومن بين الامور اللي يقرها الدستور قانون تنظيمي يحدد كيفيه ادراج الامازيغيه في مختلف القطاعات، ولكن ذكر التعليم يعني في الأولوية، ذكر التعليم وكل القطاعات، بمعنى أعطى نوع من الامتياز للتعليم. أستاذ خلاف، كيفاش كتشوفوا القانون التنظيمي وشنو اللي خص ينص عليه فيما يتعلق بالتعليم بالخصوص من أجل إنجاح تعليم اللغة الأمازيغية؟ أولا من طبيعي أن التعليم، وعندما أقول تعليم أقصد التعليم بمختلف أسلاكه. نعم. من طبيعي أن التعليم يعتبر جزء أساس في ترسيم الأمازيغية. لماذا؟ لأن القطاع التعليم يكون لنفسه ويكون لقطاعات أخرى. القطاعات كلها. متفقين. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية بغض النظر عن تكوين الأساتذة في مختلف الأسلاك. نعم. في الجامعة وعلى مستوى قطاع التربية الوطنية فيما يتعلق بالابتدائي، بغض النظر عن تكوين الأساتذة والمفتشين، ينبغي أن تكون لنا نظرة في هذا القانون التنظيمي حول ما ينبغي، الكيفية التي ينبغي أن ترسم بها الأمازيغية في مختلف القطاعات. ما كاينش قطاع واحد اللي ما معنيش بالأمازيغية. كاين هناك تفاوت بطبيعة الحال. كاين اللي هو مستعجل، القضاء مستعجل، البرلمان مستعجل، الداخلية مستعجلة، الصحة مستعجلة، الثقافة مستعجلة، كل هذه المياه ممكن نقولوا أن الأولويات المجالات كلها أولويات. المياه والغابات المستعجلة، يعني هذه كلهم قطاعات اللي هي مرتبطة بالناس، وما يمكنش ما يكونش الترسيم الأمازيغية وباش اللي يسمح بأخذ بعين الاعتبار حاجيات هاد المواطنين والمواطنات ونتكلموا معهم بلغتهم. هذا مجال. إذا خصنا نعرفوا شنو غادي تكون التعليم العالي مثلا، شنو غادي يكون التعليم العالي للإعلام، شنو غادي يكون التعليم العالي للداخلية، شنو غادي يكون للقضاء، شنو غادي يكون لمختلف القطاعات، وشنو هي الأولويات. وبطبيعة الحال هذا تيستلزم رصد اعتمادات في شكل مناصب مالية، واعتبار ترسيم الأمازيغية ملف ينبغي بالضرورة وبكل استعجال أن يحظى بالأولوية، وتكون واحد النوع ديال التمييز الإيجابي، لأن على الأقل الاستدراك ما تم. نعم. بعض الأطراف كتشوف بأنه باش يتم هذا العمل بالشكل المطلوب خاص تكون بحال شي هيئة أو شي قسم أو شي حاجة في الدولة، في الحكومة، اللي تسهر على عملية تفعيل رسمية الأمازيغية. إلى أي مدى نحن بحاجة إلى هذا؟ هي خاصها تكون عندنا بعد رؤية باش نشوفوا شنو نسقوا فيها. ما
ما نخلقوش الهيئه عاد نقلبوا لها على وظيفه. الوظيفه هي كيفيه ترسيم الامازيغيه في جميع القطاعات، باعتبار ان ترسيم الامازيغيه يمر بالضروره عبر تكوين اطر في مختلف القطاعات. متفقين؟ لما غادي تكون عندنا هذه الرؤيه واضحه، ويكون عندنا الحاجيات ديالنا واضحين، يكون عندنا واحد المخطط خاص بكل قطاع، تكوين اطر كل قطاع، وكيفيه التعامل مع اللغتين الرسميتين في مختلف القطاعات. انذاك يمكن لنا نخلقوا هيئه تنسق بين القطاعات، او فقط نكلف كل قطاع بتصريف ما يتعلق باختصاصاته. انا اعتقد بان الهيئه مزيانه، ولكن هذه الهيئات لما تكون اذا كانت داخل القطاعات الحكوميه غادي تكون مفيده، ولا كانت خارج القطاعات الحكوميه غادي يكون عندها نفس المصير بحال واحد العدد المؤسسات اللي هي تتنظر السياسه من الفوق وما كتكونش فاعله. يعني ما كاينش شي حاجه، هي موازيه وصافي. لغه رسميه، هل يعني هو مقبول ان تبقى حصه تدريسها 3 ساعات؟ لا اعتقد. ينبغي ان تكون هناك مساواه حتى في الحصص الزمنيه للغات. الان الامازيغيه تدرس في 3 ساعات في الاسبوع في الابتدائيه، اقول لانها تدرس بالابتدائي فقط. هي اقل قليلا من الحصه ديال اللغه العربيه والحصه ديال اللغه الفرنسيه، وحتى الحصه ديال اللغه الاجنبيه الثانيه لما نصل الى نهايه الاعداديه او الثانوي. يعني وهذه مساله تقنيه بيداغوجيه يمكن ان تتصرف فيها قطاع التربيه الوطنيه بكل سهوله. مثلا انه معقول عدد حصص الامازيغيه اسبوعيا؟ نعطيك مثال من الواقع. انا الان اشتغل مدير برنامج مدرستكم في بموازاه مع عملي في التدريس في مؤسسه البنك المغربي للتجاره الخارجيه للتربيه والبيئه. عندنا 61 مدرسه تندرسوا فيها 6 ساعات في الاسبوع. 6 ساعات في الاسبوع، وفي المستويات 6 ديال الابتدائي. وبالنسبه للتعليم الاولي او ما قبل المدرسي، في المناطق اللي توجد فيها الامازيغيين بكثره تعتبر الامازيغيه في التعليم الاولي لغه ولغه تدريس، ليس فقط لغه فقط، هي لغه تدريس تدرس بها تعلمات في مختلف المجالات. واذا اعتقد كما هو الشأن بالنسبه للغه العربيه في المناطق التي توجد فيها هذه المدارس، تدرس العربيه المغربيه كلغه وكلغه تدريس تعلمات مختلف المجالات الاخرى. هذا في التعليم الاولي. يعني اعتبر شخصيا بان 5 ساعات هي الحد الادنى الذي لا ينبغي ان ننزل تحته فيما يتعلق بحصه اللغه الامازيغيه وحصه اللغه العربيه. الان اللغه العربيه تدرس ب5 ساعات. اعتقد بان الامازيغيه يمكن لها تاخذ نفس الحصه، منها فيها واحد النوع ديال الانصاف بالنسبه للامازيغيه، وكذلك ضمان المساواه. نعم، ضمان المساواه حتى لا تتم التاويلات التي نحن لسنا بحاجه اليها. شكرا استاذ جمال خلاف على الاسهام ديالكم في هذه الحلقه. السيدات والساده النظار الاعزاء، قبل ما نختموا كنعرفوا ببعض الاصدارات الجديده. من بين الإصدارات الهامة كتاب ديدز دو l'organisation sociale traditionnelle à la domination coloniale للأستاذ محمد منور، وهو من إصدارات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. من بين الإصدارات كذلك كتاب الزوان الحج بالعيد، ويضم مجموعة قصائد مدونة للرئيس الحج بالعيد مع كتابتها الموسيقية من تنسيق الأستاذ بالعيد العكاف، وهو من إصدار المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
هكذا كنجيو السيدات والسادة النظار الأعزاء نهاية هذه الحلقة. إلى اللقاء في حلقة قادمة.